السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم غادي نشارك معكم واحد الفطائر اللي كيجيو لذاذين بزاف وخفافين بحال القطن. كنتمنى انكم تجربوهم ودعموني بالاشتراك في القناة باش يوصلكم دائما الجديد. نبداو على بركة الله. اول حاجة كنحتاجو ليها هي الحليب اللي غنحتاجو منه 2 كيسان كبار ديال الحليب دافي، واحد المعلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، وواحد 2 معالق كبار ديال السكر سنيدة. بالنسبه للسكر سنيده انا هنا درت غير 2 معالق. الا بغيتوها تجيكم حلوه شويه ديروا لها 4 المعالق، كما يمكن لكم ديروا 5 على حسب الذوق ديال كل واحد وشحال كيبغي، يعني كيفاش كيبغي الكرواسه ديالو، واش تجي حلوه ولا تجيه في المذاق ديالها عاديه. كنخلطوا داك العناصر كامله باش تذوب لينا السكر سنيده. كنزيدوا واحد بياض بيضه، والصفار كنحتفظوا به حتى الاخير اللي غادي ندهنوا به الوجه ديال الكرواسه ديالنا. كنزيد واحد الكاس ديال الزيت، الملح على حسب الذوق، واحد السكر فانيليا اختياري بطبيعه الحال، اللي بغى يديروا اللي ما بغاش يديروا ما يديروش. وواحد الخماره حمراء يعني خميره الحلويات، كيس واحد من فئه 7 غرام. صافي، وكنبداو نضيفوا الدقيق تدريجيا على حسب الخليط ديالكم. انا هنا استعملت واحد 5 الكؤوس كبارين ديال الدقيق ونصف. تنجمعوها كتبقى واحد شويه كتلصق ماشي بزاف. كنضيفوا ليها معلقه ديال الزبده اللي بدرجه حراره المطبخ. صافي، وكنجمعوها. واخا كتبان لكم هنا العجينه راه كتلصق، راه مجرد ما غتضيفوا ليها الزبده ديالكم وغادي ندلكوها واحد دقيقه ولا 2 دقائق، ما غتبقاش نهائيا كتلصق وغتولي مجموعه وملسه ورطبه. هانتوما هنا غادي تشوفوا ان ما بقاتش نهائيا كتلصق في الجناب. هانتوما غادي تلاحظوها معايا، يعني راه ماشي دلكتها بزاف، غير واحد 2 دقائق كافيه. مجرد ما كنجمعوها ما كتبقاش تلصق، كنديرها مباشره في واحد الاناء اللي كندهنوه من قبل بالزيت، وكنخليها ترتاح من نصف ساعه حتى لساعه الا ربع، يعني من 30 دقيقه حتى ل 45 دقيقه. كنغطيها وكنخليها تخمر. مجرد ما كتخمر كما شفتوا كيضاعف الحجم ديالها. صافي، وكنبدا كنقرص فيها. كتجي خفيفه بزاف وكتجي قطنيه، كتجي هشيشه لواحد الدرجه ما كتصورش، شي حاجه اللي زوينه ودغيا دغيا كتوجد.
مباشرة بعد ما كنقرصها كيما شفتوا على شكل دوائر، كناخد ديك الدائرة، كل دائرة كن كن كنقرصها على شكل دائرة أكبر منها، وكنقطعها كيما شفتوا، يعني الشكل موضح وساهل، وكتجي على شكل بابيون، كتجي زوينة بزاف، المنظر ديالها كيجي كيشهي، وشي حاجة اللي ماشي دائما كنديروها، يعني الشكل ديالها كيجي مميز. جربوها وراه غادي تعجب وليداتكم، تقدروا تصيفطوها لوليداتكم في الكوتي المدرسة، تقدروا يعني ممكن الاحتفاظ بها كذلك في الثلاجة، تقدروا غير تجبدوها وتسخنوها في الفران وكتجي رطبة بحال يلاه طيبتوها ويلاه جبدتوها من الفران، كتجي زوينه. تقدروا هذيك اللي دهنتها انا غير بالزبده، تقدروا نتوما ديروا فيها شويه الشكلاط من هاد الجنب ومن هاد الجنب، تفاداو غير الوسط شويه وصافي. تيكون هذا هو الشكل ديالها، كتجي زوينه رائعه، وفي المنظر كتجي شي حاجه انيقه. تقدروا كما قلت لكم ديروا لها الشكلاط، تقدروا ديروا ليها الكونفيتور، كل واحد وعلى حسب هو شنو كيفاش بغى يزينها. مني كنساليو صافي الشكل ديالنا، كنخليوها كتخمر واحد نص ساعه عاوتاني، يعني ضروري ما تخمر لحقاش فيها خميره الخبز، الا ما خليناش تخمر ما كتجيش مزيانه. مجرد ما كتخمر قبل ما ندخلوها للفران، كندهنوها بزفر ديك بيضه اللي كنا زدنا ليه شويه الحليب، كندهنوها وكناخذوا شويه الزنجلان، كما يمكن لكم تاخذوا شويه الحبه السوداء اولا كل واحد سانوج يعني، وتزينوها من الفوق. انا اختاريت انني ندير لها الزنجلان غير في ديك البلاصه الوسطانيه، وكندخلوها الفران. ما تكونش الحراره، ما تكونش النار مباشره تحت منها، خاصنا نبعدوها شويه على النار باش تنفخ وكتجي من الداخل طايبه مزيان وخفيفه، وهي هذيك. وهذا هو الشكل ديالها ملي كتخرج من الفران، كتجي محمره وخفيفه من الداخل، وكيجي الشكل ديالها زوين بزاف، كتعجب الوليدات كما شفتوا، خفيفه لواحد الدرجه ما كتصورش، شي حاجه اللي لذيذه، وبغيتكم صراحه كلكم تجربوها. نخليكم نقطع لكم واحد الوحيده باش تشوفوها من الداخل كيفاش جات. نخليكم في امان الله. الى عجبكم الفيديو شاركوا معايا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد، وما تبخلوش عليا بلا جيم ديالكم، بالتعاليق ديالكم المحفزه. نخليكم في امان الله وبسلام عليكم.